ما عرفتي؟ لا شو ما عرفتك انت مين انت؟ لك انا صبري. صبري بس انا لك كيفك؟ جفاني ايامك يا زلمه. كنت كنت مقديشو. وين هي مقديشو؟ مقديشو باوروبا. فهمنا وين باوروبا؟ شفت فرنسا ما في بلجيكا لقدام على اليمين شوي؟ ايه تمشي هنيك شوي كمان لقدام وبترجع بتلف من قفا فرنسا بتلاقيها هنيك. والله افتكرت مقديشو عاصمة الصومال. وين هي معلوماتك قديمة كثير؟ هدول مو صار في متمردين هنيك راسهم 1000 حيل بدهم ياخذوا مقديشو معهم على اوروبا وراح محلي معهم كمان هنيك. ليش شو كنت عم تشتغل هني؟ كنت اشتغل فوال. كمان فوال؟ اهلين زميل. يا اهلين بس الفول اللي هنيك مو مثل هون، هنيك الفولايه هالقد قدها بيحطوها بالصحن وبيقطعوها وبيغرفوها، عرفت شلون؟ وبعدين بيشيلوها وبياكلوا الصحن لانه الصحن بوسكوت هنيك بالمقديشو. طيب ليش ما لحقت محلها؟ ما اعطوني فيزا، ما بيعطوا فيزا بياعين الفول والحمص، خص نص، هدول امريكا والغرب واوروبا والصهيونيه العالميه ضد بياعين الفول. انت شو عم تشتغلوا؟ تعرف يعني هذا المحل الوالي والوالد اعطاك عمره. اعطاني؟ ما اعطاني شيء الله وكيلك، اساسا انا ابوك ما بعرفه. اعطاك عمره يعني توفى مات. ايه وانا استلمت المحل. ما بدك معلم فوال على كيفك. في حواليك واحد؟ ليك وانا ما اعمل لك، كنت انا مقديشو كل المقديشويون بيعرفوني. يعني بصراحة أنا ما بدي معلم، يعني بدي شغيل يعني. شغيل؟ لا انت ترضى لي انا شغيل بعد ما كنت معلم مقديشو؟ لك شوف يا زلمة الشغل مو عيب. طيب جيب لنا صحن فول لك. خلينا نفكر بالموضوع، شو بيشتغل الشغيل هون؟ أخي يعني بينظف الطاولات، بيشوف طلبات الزباين، وآخر نهار بينظف المحل، ليك أنا راح أعطيك كل يوم 150 ليرة منيح، وبتاكل بتشرب عندي، وشو بيطلع لك بخشيش حلال عليك. يعني لحتى تقنعني الا بدي افكر فيها لانه جاييني عروض على سريلانكا وسنغافوره، جيب لنا هلا صحن فول لافكر بالموضوع. بزيت ولا باللبن؟ واحد زيت واحد لبن، صحن فتة وشوية سربين. لا تنسى الشاي، قول لنا اياه على كيفك. تكرم عينك.